سابقا كان كل اعتمادي على هذه الشاشة على أساس إني أشوف نفسي إذا أنا موجود داخل الفريم الكاميرا أو لا، أو مثلا في النص أو غيره. بس من عيوبها إن هذه ما تجي تاتش، ولا أقدر أساسا أتحكم في إعدادات الكاميرا. فكان على أساس إني أنا مثلا أغير في الإعدادات، خصوصا إذا شفت مثلا أنا خارج الفوكس، أو مثلا كانت الإضاءة سيئة، أو إني أريد أعدل مثلا شاتر سبيد أو وغيره. فكان لازم أروح للكاميرا وأعدل فيه. الشاشة كان فقط على أساس إني أنا أشوف نفسي وأنا أتكلم. لكن كان حل بسيط مناسب، إني أنا أستخدم تطبيقات التليفون، من ضمنها شركة سوني عدت أكثر عن تطبيقين حوالي. هذيلا التطبيقين يجيوا للتحكم في الكاميرا. عندك مثلا اللي هو المونيتور كنترول، هذا يخليك تتحكم في الكاميرا بشكل كامل. ونفس الشيء فيه اللي هو الكاميرا أبس، تقدر تتحكم في الإعدادات كاملة في أي وضعية. يعني تقدر تخلي الشاشة عرضية أو تخليها بالطولية، وتقدر تتحكم في الشاتر سبيد، في الإضاءة، في أي شيء أنت خاطرك تعدله في الكاميرا ضغطة زر من تلفونك. ما يحتاج أساسا أنك أنت تروح للكاميرا وتجلس تعدل فيها. تبى تعدل الوايت بالانس، تقدر تعدل الشاتر سبيد، تقدر تعدل صيغة الفريم ريت اللي انت جالس تغير فيه. كل هذا بضغطة زر من تلفون. طبعا في أكثر من تطبيق نفس الشيء، في تطبيقات ثانية غير عن هذيل اللي أنا ذكرتهم، ونفس الشيء مناسبين للكاميرات الثانية. تقدر نفس الشيء تستخدم برنامج مونيتورز، هذا يساعدك انك تتحكم نفس الشيء في الكاميرا وتشوف نفسك. لا يعني تقدر تستخدمه لأكثر عن شركة كاميرات، مش فقط للسوني.